في لمسة قلب بشارك معاكم قصص وأحاسيس تلمس قلوبكم وتداوي جروحكم وتديكم أمل جديد. السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. في امهات كتير تقولك ابني عصبي، بيزعق بيكسر بيعيط على طول، مش عارفة اتعامل معاه. بس يا ترى هو فعلا عصبي ولا هو طفل مش قادر يعبر فبيزعق؟ اللي انتي شايفاه عصبية ممكن يكون نداء محتاج صوتك يحتويه، مش صوت عالي يرد عليه. افهمي قبل ما تعاقبي. كل ما تلاقي ابنك عصبي اسألي نفسك، هو جعان، تعبان، زعلان من حاجة محدش فاهمها؟ دورك تكوني الأمان مش الخصم. وقت ما يزعق ما ترديش عليه بزعيق، خديه في حضنك، بصي في عينيه وقوليله بهدوء أنا شايفة إنك زعلان، تعالى نهدى شوية وبعدين نتكلم. وقتها يحس إنك جنبه مش ضده. علميه يعبر مش ينفجر. قوليله لما تزعل قولي، مش لازم تزعق. وفريله مساحة يعبر فيها عن غضبه من غير ما يتكسر من جواه. كل طفل عصبي جواه قلب محتاج حضن، ومفيش حضن أقوى ولا أحن من حضن أمه، اللي بتفهم وبتحتوي، اللي بترد على الصوت العالي بصوت هادي فيه حب وأمان. ابنك مش عصبي، هو بس محتاجك تفهميه. وأخيرا، لو عجبكم الفيديو ما تنسوش لايك واشتراك بالقناة عشان تساعدوني نوصل الرسالة لكل أم محتاجاها. دمتم بخير واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. سلام عليكم.